معانا دكتور اشرف مع حضرتك. كنا عايزين بس نرى حضرتك راي حضرتك في الانتخابات او في وضع الناس او مشاركه الطلاب ايه حضرتك؟ والله انا بصراحه النهارده سعيد جدا، لان بصراحه الانتخابات ماشيه بسلاسه جميله. كليه الطب البيطري فعلا اثبتت ان ولادها محترمين جدا، بينفذوا التعليمات كويس جدا، بيسمعوا لكل اللي يقول لهم، وهم بينفذوا الكلام ده بكل حريه، واحنا سايبين لهم في كل شيء حريه كامله للتعبير عن حقه. وانا بشوف في عينيه السعاده ان هو بيمارس حقه، ان هو بقاله كلمه وبقاله كلمه بتتسمع، واصبح دي شخصيته بترتفع والكاركتر بتاعه بيعلى. فانا النهارده بصراحه سعيد جدا بالانتخابات بتاعت السنه دي، فعلا دي اللي انا كنت اتمناه بعد الثوره، وان شاء الله يجيبوا الفريق اللي هم عايزينه فعلا، واللي يخدمهم واللي ينفعهم، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. طب هل حضرتك شايف ان في الفتره القصيره اللي هيمسك فيها الاتحاد دي هل هيقدر يقدم حاجه؟ لا، انا ممكن اقول لك مش ممكن ما يقدرش، لكن انا يكفيني هو كل حتى لجنه لو عملت نشاط واحد بس كفايه في الفتره اللي جايه دي. ولكن انا هعتبر ان الفتره دي اكتسب فيها الخبره والتريننج للمره الجايه ان شاء الله، يبقى باذن الله هيبدع، بس يبدا يمارس حتى ولو نشاط واحد السنه دي ان شاء الله، يلحق حتى ولو نشاط واحد باذن الله. جزاك الله خير، شكرا لك.